لو لسه مش بتعرفي تضبطي الترمس بيتهري منِّك، قشرته بتفصل، يبقى أنتِ أكيد بتعملي خطوة غلط. النهارده هاقول لِك أسرار تخلّي الترمس بتاعِك زي ترمس عربيات الشارع وأحلى كمان، إزاي يستوي مضبوط في نُص ساعة بس وحبّاته تكون منفوخة بلون الكهرماني الجميل، بدون مرارة ولا ريحة مش مرغوب فيها ولا كمان قشرته هتفصل منِّك، وطعمه يفضل هو حتى لو قعد شهر في التلاجة. أقول لِك أسرار حفظه وإزاي كمان يطلع معاكِ زي أول يوم عملتيه، مش هيغيّر طعمه ولا هيعمل ريم ولا هيعمل ريحة مش حلوة. بعد الفيديو ده أنا عايزاكِ تنسي كل مشاكل الترمس. النهارده شاركت معاكم الطريقة بما إننا اشتغلنا مع بعض حلويات رمضان، عملنا كحك العيد والبسكوت والغريبة، كمان شوكولاتة العيد، فحبيت أشارك معاكم تسالي العيد النهارده. هاسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف، خدوا لفة فيها. حطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني، ولا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الترمس النهارده عملناه ازاي. أول حاجة أنا عندي ترمس، أنا هاشتغل النهارده بالترمس الحلو، الترمس الحلو اللي ما بياخدش وقت. عندي هنا كيلو إلا ربع من الترمس. طبعا زي ما احنا عارفين ان الترمس نوعين، نوع البلدي اللي هو المر، مش بفضل ابدا ومحدش بيفضله الصراحة ان احنا نقعد نغير عليه مية كل شوية بالايام لحد ما المرارة بتاعته تروح، هياخد مننا وقت، وطبعا احنا في عصر السرعة يعني ما عندناش وقت خالص. فهنعمل ايه؟ هنجيبه الترمس الحلو اللي هو الترمس اللي اسمه المستورد، نجيب بأي كمية احنا حابينها. انا عندي هنا كيلو الا ربع من الترمس، نقيته كويس جدا، شلت الحباية مثلا مخرومة او مكسورة او مقشرة، يعني انا عايزة الترمس يكون نظيف. هاخده اغسله حلو جدا مرة واتنين وتلاتة تحت الماء الجاري، يعني تحت مية كده جارية، وبعد كده هنشتغل فيه ازاي؟ كله بيقولك انقعيه من بالليل للصبح والصبح لبالليل والكلام ده، لكن انا طريقتي اللي ما بغيرهاش من سنين، بنقعه في مية مغلية. هتقولي لي مية مغلية؟ طب مش خايفة مثلا يسود؟ مش خايفة، مش لا، مجرباها وعلى ضمانتي. هتاخدي ميه مغليه من الكاتل او تغلي ميه في الحله عادي خالص، تحطي بقى الترمس بتاعي في حاجه تكون كبيره شويه لانه هو بيتضاعف حجمه وكمان بيستوي نص سوا. بننقعه قد ايه؟ بننقعه 3 ساعات مش اكتر من كده. بصوا تضاعف حجمه ازاي وحباته انتفخت ولونه فتح. هو كده نص تسوية. انتي لو خدتي حباية وضغطتي عليها هتلاقيها بتتكسر معاكي بسهولة، بس طبعا هو لسه ما استواش. تاخدي الترمس ده تعملي ايه؟ تغيري المية دي وتشطفيه مرة برضو واتنين وتلاتة، هتلاقي فيه ريحة مش حلوة. بعد الشطف ده هتلاقي الريحة دي اختفت تماما. بصوا كده انا ضغطت عليه، قشرته فصلت معايا وبيتكسر بسهولة. هو كده نص تسوية. تعالوا نكمل النص التاني، مش هياخد اكتر من نص ساعة على النار، ممكن اقل كمان. في حلة تكون كبيرة شوية عشان ما يفرش منك ويبهدل البوتاجاز، حطيت الترمس وحطيت مية باردة خالص من الحنفية، تغطيه كويس قوي وهرفعه على النار. النار بتكون وسط، ما تكونش عالية قوي ولا تكون منخفضة، واول ما يبتدي يطلع الريم بتاعه بنشيله باستمرار. اي ريم يطلع لازم تراقبيه خلال الفترة بتاعت اول الغليان، اي ريم يطلع تشيليه على طول. كل دي خطوات صح لازم تعمليها من الأول علشان الترمس معاكي يطلع لا مزلق ولا ليه ريحة وحشة لما يدخل التلاجة ولا الكلام ده. بتوربي الغطا وبتخلي النار وسط تحتيه، وبسيبه بالوضع ده حوالي 10 دقايق، وبعد كده بقفل الحلة خالص، بكمرها يعني، بكمر الترمس وبخلي النار هادية لمدة نص ساعة، وبيكون باللون التحفة ده، لون طبيعي يا جماعة، ولا فيه كركم ولا الحركات ديت. خلاص نص ساعة بس لقيتيه استوى، لو بتحبي سوا زيادة زودي عليه ربع ساعة كمان على النار، وبعد كده غطي الحلة وسيبيها ساعة ساعتين لحد ما الترمس يبدأ يعني يهدى من الحرارة، هيكمل سوا كمان. بس ما تطوليش عليه في موضوع التغطية ده، يعني ما تسيبوش كتير قوي في المية المسلوق فيها. اخدت الترمس، اخدته شطفته تاني. انا عارفة ان هي خطوات كتير بس بجد يعني الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، وكل مشاكل الترمس هتتفادوها ومش هتحصل معاكم. هناخد الترمس نشطفه مرة واتنين وتلاتة من مية السلق، نتخلص من المية دي تماما، وهنبتدي نحفظه. هنحفظه ازاي؟ انا عندي هنا علبة انا غسلتها وعقمتها حلو قوي، يعني فتحت كده مية سخنة عليها لحد ما عقمتها حلو. حطيت الترمس في العلبة وحطيت حوالي لترين من المية، ومقدار الملح هنا اللي بيحبه مالح حلو ملح ظاهر بنحط 3 معالق كبار اكل، مش كتير ابدا،
ده اللي بيحب الملح ظاهر. طيب لو أنا حابة الملح يكون هادي وما يكونش حادق شوية، فباحط إيه، باحط معلقتين أكل من الملح، معلقتين ملح لو أنا باحب الملح متوسط، باحب الملح يكون ظاهر كده 3 معالق من الملح. التحديقة دي بقى أو الخلطة التحفة اللي هنعملها دي هتعمل لِك أحلى ترمس في العيد ما دقتوهوش في حياتِك. معلقة واحدة بس من الكمون، ما نزودش كمون عن كده عشان يغير الطعم بتاعه وكمان ممكن يديكِ سِنة مرارة. وكمان معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، جربوا تجيبوها وهتعجبكم قوي اكتر من البابريكا العادية. وكمان شطة بسيط قوي، انا حطيت حوالي ربع معلقة علشان الولاد فما حبيتش يكون حامي. كمان ليمونة، وهنزود طبعا ليمون ساعة الاكل. اخر مكون هضيفه هي معلقة من السكر. معلقة السكر هتحافظ لي على الترمس يقعد اطول فترة مقرمش بقوامه المظبوط، مش هينهري مش هيمزلق معاكي. فمعلقة السكر دي مهمة قوي قوي، بضيفها في الاخر. ما تنسوش خطوة مهمة جدا نسيت اقول لكم عليها، ان المية تكون مغلية ومتبردة. انا متبعة كل حاجة تخلي الترمس بتاعي ما يغيرش لونه، خلي الترمس بتاعي يفضل اطول فترة، لا يتهري ولا طعمه يغير ولا يمزلق ولا اي حاجة. خطوة مهمة جدا. طبعا العلبة دي هتدخل التلاجة، تتحفظ في التلاجة. لما تيجي تاخدي من الترمس تاخدي بمعلقة نظيفة وناشفة، ما تاخديش بايديكي كده، انت بتحافظي على الترمس بتاعك هيقعد معاكي شهر في التلاجة ان شاء الله، مش هيحصل له حاجة. طب لو حصل له حاجة بنغير عليه المية عادي خالص، بنشطفه كويس جدا تحت المية وبنعمله مية جديدة بس بملح اقل لانه اكيد اخد نسبة من الملح. تاني يوم كليه، يعني لو عملتيه بالليل تاني يوم كليه تقولي انا ما دقتش في جمال الترمس ده قبل كده. وفي الاخر زي ما انتم شايفين حطيت شرايح من الليمون، هتحافظ لي كمان على الترمس اكتر واكتر مع معلقه السكر. انا سبته بقى في التلاجة، تاني يوم طلعته وبدأت ان انا اقدمه. تسالي العيد يعني ترمس. طبعا الترمس والسوداني والمكسرات، بس الترمس ليه مذاق خاص ورونق خاص كده في العيد. تعالوا شوفوا لي جمال الترمس وحلاوته. بص لونه الكهرمان، بصوا القشرة مش فاصلة، محتفظ بقوامه مش ناشف. ما اخدش معايا وقت خالص، زي ما قلت لكم نص ساعة بس. التزموا بكل خطوة قلتها لكم في الفيديو، هيطلع معاكم في منتهى الجمال ومظبوط جدا ان شاء الله. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كمان شير وسبسكرايب للقناة. لو اول مرة بتشوفوني اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. كان معاكم شيماء، وكل سنة وانتم طيبين ومع السلامة.